بنسمع عن البوتوكس، الميزو بوتوكس، المايكرو بوتوكس والبيبي بوتوكس. ايه الفرق بين الحاجات دي؟ الحقيقه ان احنا كلهم بنستخدم فيهم البوتولينيوم توكسين، بس بيفرق في الدايليوشن او التخفيف بتاعه، وده بيتحدد حسب انا عايزه استخدمه ليه. يعني البوتوكس العادي اللي احنا بنحقنه التركيز او التخفيف اللي احنا متعودين عليه او الكلاسيك خالص، ده بيبقى هدفه الاساسي ان هو يعمل ريلاكسيشن للماسلز او يريح العضلات، وبالتالي يعالج التجاعيد زي ما احنا عارفين، ويحمي كمان من ان هي تحفر اكتر في الجلد على المدى البعيد. ممكن كمان يتخفف البوتوكس بطريقه اكتر اللي هو بنقول عليه المايكرو بوتوكس او البيبي بوتوكس. ده بيبقى بوتوكس مخفف اكتر وبيستخدم في استخدامات تانية زي مثلا تحسين الوايت بورز او فرط التعرق او الهايبر هيدروزس او حالات الروزيشيا بيحسن فيها الاحمرار اللي بيحصل. في كمان عندنا الميزو بوتوكس، وده بنقوله لما بنخفف البوتوكس بماده تانية ليها هدف تاني علاجي. يعني مثلا ممكن نخففه بسكين بوسترز فيها هيالورونيك اسيد نون كروس لينكد. يبقى انا هنا مش هاخد بس التاثير بتاع البوتولينيوم توكسين، انا هاخد كمان التاثير بتاع البوسترز، فهوصل لجلو احسن وشد اكتر للجلد وريجوفينيشن ملحوظ.